السلام عليكم، اهلا بكم احبابي في قناة تحديات الحياة. عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشيني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة الفيديو بتاعنا ان شاء الله فيديو كده تشجيعي في غسيل مواعين وصابون ورغاوي، وان شاء الله باذن الله الفيديو يعني هينول على اعجابكم. وبحب اشكر كل اللي كتب لي تعليقات وبرحب بكل المشتركين الجدد معايا في القناة، بقول لهم اهلا بكم. وكمان انا فرحانة جدا بكل حد كتب لي تعليق. يعني فرحتوني فعلا بتعليقاتكم. ونبدأ الفيديو بتاعنا، وما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، ولايك كده جميل منك، وكومنت كده يشجعني ويفرحني. الفيديو بتاعنا اولا طبعا سمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاعنا طبعا بدأناه بالفطار زي ما انتوا شفتوا. كان يعني بسكوت كده اشتريته من السوبر ماركت، وكوباية شاي. طبعا انا بشرب الشاي بدون سكر. كوباية شاي كده، وعملتهم في المطبخ، والمطبخ كان سخن خالص. طلعت فطرت بره في الصالة، وبعد كده دخلت على المطبخ بتاعي بحيث اشوف انا ورايا ايه. لان انا عندي حرفيا، يعني انا ابتديت ابدأ يومي في المطبخ بدري، لان الايام دي في موجة سخنة خالص، والمطبخ عندي سخن والشقة سخنة. فبحاول قبل ما يزيد يعني سخونتها في وقت ظهر وكده اخلص كل اللي ورايا، حتى لو احنا مش هناكل بيبقى الاكل على التسخين فقط. انا بعمله قبل الحر وكده. فكان عندي مواعين من امبارح، صراحة مش هكدب عليكم، كان عندي مواعين. فقلت اول حاجة هعملها، زي ما انا اتكلمت معاكم ومتعودين عليا، بفكر ايه اللي انا هعمله النهاردة غدا. وان كان ما عندي في الفريزر فبطلعه من الفريزر يفك جنبي عبال ما انظم المطبخ، انظم التلاجة، اغسل لو عندي مواعين اغسلها كده يعني. فطلعت، كنا النهارده هنعمل سمك مكاريل كان عندي في التلاجة، طلعته. السمك المكاريل لما تيجي تفكيه بتحشيه من الكيس وتسيبيه، ما تحطيش عليه ميه او اي حاجه، تسيبيه كده يفك مع نفسه. وهو يعني يفضل في السمك المكاريل وانتي بتنضفيه يكون جامد معاكي سنه، يعني ما يكونش فاكك خالص، لانه هو لو فاكك خالص هيدوب معاكي اثناء ما انت بتنضفيه وكده. وقلت طبعا عبال ما يفك شوية واعرف اتحكم فيه، اغسل المواعين اللي عندي واظبط الحوض بتاعي. طبعا المدارس جربت، وانا نزلت معاكم فيديو لمشتريات المدارس. يعني هي انا اشتريت الاساسيات، حاولت ان انا اللي هي طبعا الاسعار غلت السنة دي، غليت يعني. فحبيت ان انا طبعا وايه ملتزمين بملخصات، واسعار الملخصات زاد ودروس ومش عارفه وايه. فجبت اللي هو يعني ارجعوا لي فيديو مشتريات المدرسه معايا. جبت طبعا الاساسيات، او اللي هو المفروض ان انا اجيبه اللي فعلا ناقصني، ما زودتش. هو طبعا انا كان السنه اللي قبليها كان في عندي كراسات متبجيه وكده، وفرت عليا السنه دي. بس صراحه انا ما عنديش السنه دي امكانيه ان انا اجيب وفر يقعد معايا للسنه اللي بعديها، فاشتريت على كدي يعني اللي انا محتاجاه. وكل سنه وانتم طيبين. الدروس بدأت، واكيد كل اولادكم بدأوا دروس وكده، والسناتر ومش عارفه ايه والمهرجان خلاص بتاع المدارس ده خلاص، يعني خلاص قاعد لنا كام، هي بين 21/9. يعني خلاص قاعد حاجات بسيطة خالص وتيجي المدرسة. ان شاء الله بإذن الله انتظروني، هعمل معاكم فيديو لمخبوزات ومعجنات خاصة بالمدارس. ان شاء الله هتكون يعني سهلة جدا. اي حد مش بيعمل معجنات او مخبوزات هيعملها مثلا بنفس العجينة، هنعمل كذا صنف وهيدينا نتيجة حلوة خالص. ان شاء الله انتظروني في الفيديو دوت. وهنا زي ما انتوا شايفين طبعا المواعين بتاعتي ابتديت ان انا اغسل فيها. انا ببدأ بالكوبايات، يعني اغسل اللي هي الاسبونشة معايا كويس. وابدأ اول حاجة ببدأها معايا بالكوبايات. انا دايما كنت بخصص اسبونشة للكوبايات لوحدها غير اسبونشة المواعين. ولما كان بيبقى فيه السلك البلدي كنت كل يوم طبعا سلك بلدي، يعني ارمي اللي هي بتاعت اليوم ده واطلع واحدة جديدة. بالنسبة للسبونشة ديت طبعا بتقعد معانا فترة، هي مش طويلة لولا بتغيريها.
فانا يعني لو انا ما عنديش سبونشة تاني للكوبايات وكده، فبعد ما اخلص المواعين بشوية كلور كده بنجع وشوية صابون بنجع السبونشة بتاعتي، بحيث لما انا ارجع اغسل بيها المواعين تاني ويكون في كوبايات وكده ببدأ بيها تكون السبونشة نظيفة معايا وكده. بس طبعا هو يفضل يكون في سبونشة للكوبايات غير اللي هي بتاعت المواعين نفسها. بس لو الدنيا تأزمت معاكي اعملي القصة دياتي. وزي ما انتوا شايفين طبعا المواعين كلنا بنحب نشوف الفيديوهات اللي فيها غسيل المواعين، وبتكون الرغاوي وبتدي طاقة. انا دايما مثلا بكون متعصبة او مثلا متضايقة او في فكر مش كويس مسيطر عليا، اروح اغسل مواعين احس ان المواعين بتغسلني كده من جوه. والله مش عارفة مين زي اللي زي يكتب لي في الكومنتات. بحس ان المواعين كده يعني في ناس مش بتحب غسيل المواعين، وساعات انا بمل يعني من غسيل المواعين. بس بتحسي ان المواعين فعلا انت بتكوني مكسله عليها، ولما بتعمليها تحسي انك انت ارتحتي عملتي طاقه. شويه الميه والصابون كده غيروا معاكي المود وكده، جربيها وهتحسي ان هي فعلا فرقت معاكي. وطبعا الجزايز والكوبايات وكده غسلتها، ونكمل المواعين كله مع بعضينا. ان شاء الله باذن الله هسيب لكم في شاشة النهاية الفيديو اللي هو اول روتين في المطبخ، اللي هو بعد ما انا خلصت المطبخ تجديد وكده. فهو اول روتين ان شاء الله في المطبخ هسيبه لكم في شاشة النهاية، يا ريت تتفرجوا عليه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. ما قلتوليش ايه رأيكم في السيراميك؟ السيراميك حلو، لونه حلو وكده. انا ان شاء الله هعمل لكم جولة في المطبخ بعد ما انا خلصته، وانتوا طبعا اللي متابعني عارف شكل المطبخ القديم. وبرضه في نفس الفيديو هجيب لكم فيديو يعني هوريكم شكل المطبخ القديم. هوريكم فرج معايا ازاي، يعني فرج انا حطيت طبعا زي ما قلت لكم تكاليف معينة ما تعدتش. يعني انا المطبخ معايا بتكفيلة الالموتيل اللي كانت في اليوم ده اللي انا بغسل المواعين وبعمل الاكل، الراجل اتصل وقال انا جاي في العصر. تكفيلة الالموتيل اللي انا عملتها تحت الحوض، وعملت مطبقية. انا كان عندي مطبقية اللي هي الخشب بتاعت المطبخ الخشب، بس كانت كبيرة، كانت حوالي عن متر او ازيد من متر، وما كنتش مستفادة منها. كانت الحاجات اللي هي من الناحية ودي كان ديكور اكتر من ان انا فايدة ليا. فكانت واخدة عاملة الإضاءة معايا في المطبخ، وكانت مساحتها كبيرة بدون ما نستفاد منها. فعملت مطبخية صغيرة كده محدقة عليا على الحوض الموتان. وتكفلة طبعا أنا هوريكم دلوقتي في الفيديو تحت الحوض عملت شكله ازاي وكده، وهجفله الموتال ويبقى معايا اداني وسع. وعملت ضلفة لان انا عندي المطبخ الخشب كنز مش بيشيل كتير، فعملت تعتبر ضلفة تاني جنب تكفيلة تحت الحوض. هوريها لكم هتشيل معايا كتير. والمطبخية برضو ديكها ما كنتش مستغلياها، بحيث ان هي كانت المطبخية اللي جواها ما بتستحملش عدد كبير من الاطباق وكده. لا دي هنعملها ان شاء الله بنوع كويس هتستحمل معانا كمية من الاطباق وكده. فانا وسعت يعني شالت معايا فعلا الضلفة دي، شالت معايا اللي انا عملتها. يعني انا كنت في قولوا معايا انا حاليا طبعا سويت عملت التكفيلة وسويت الضلفة، لا شايلة معايا كمية حلوة خالص صراحة يعني. بس فبقول لكم ايه رأيكم في النظام الجديد اللي انا عملته؟ ايه رأيكم في لون السيراميك وشكل السيراميك؟ الحوض دواتي برضو الفكرة بتاعته ان انا قصيته من الحوض الاستانلس اللي كان عندي، ما جبتش حوض جديد فوفرت معايا. فعملت تكفيلة الالموتال، عملت الرخام، عملت السيراميك، عملت الكهرباء. كله دواتي الموضوع تكلف معايا بالظبط 10,000 جنيه. 10,000 جنيه مش قليلة، كتيرة. بس وهتقولي لي 10,000 جنيه وانا ما عملتش حيطان المطبخ كلها زي اللي متابع الفيديوهات وشايفها. انا ما عملتش حيطان المطبخ كلها، انا عملت اللي ظاهر من المطبخ، والحيطة اللي هي في اخر المطبخ اللي هي ما فيش اتساخات بتيجي عندها ولا حاجة ما عملتهاش سيراميك. ورغم ذلك المطبخ اخد معايا المبلغ ده. امال انا لو كنت عملت المطبخ كامل كله سيراميك
وعملت مطبخ حديث وكله ده، كنت اتكلفت كام. اهو ربنا ان شاء الله باذن الله يسهل، وهو كده المطبخ بيجي احسن من الاول. كان جالي كومنت بيقول لي ما برضو يعني يعني انا متابعة بارك الله فيها قلبها عليا لما انا كنت بشتكي واقول ان المشكلة ان في مية بتسرب والحيطة باظت وراحت على الصالة المية، والحيطان مش هينفع فيها الفوم الحجري علشان تحتيه عمل زي عفن وكده في الفيديوهات اللي فاتت. هو الفوم الحجري بالنسبة اللي كان على الرخامة كان فوق الممتاز، فوق الممتاز، قاعد معايا سنتين او 3 فوق الممتاز. بس انا الحيطة اللي كان فيها الحوض كان المية انا طبعا انا في فترة بستخدم المطبخ حوالي عن 15 سنة بستخدم المطبخ، او 12 سنة مش عارفة، 15 سنة بستخدم المطبخ. من ايه يعني، وفي حيطان وكده الحيطان كلها شربت مية. يعني المشكلة مش في ان الصرف في ذاته او المواسير هي اللي بتسرب مية، المشكلة نفسها كانت في ان الحيطان شربت وتشبعت من المنطقة اللي موجودة ناحية الحوض، وهي حيطان يعني مش سيراميك. فالكل الطوب يعني لما الراجل جه يكسر الطوب كان في عطن بيطلع منه الطوب اللي هو ظهر من الحيطة، كان في عطن بيطلع وريحة عطونة كده بين الطوب نفسه، شارب كمية من المية مع الاستخدام، وهي حيطة وكده. طبعا الأماكن اللي بيكون فيها مية يفضل إن هي تكون سيراميك وكده. ف... فأنا عملت السيراميك ده، يعني الراجل بارك الله فيه قفله لنا حلو، قفل لنا الفتحات حلو. عالجنا الحيطة قبل ما ان احنا نعملها سيراميك باسمنت، ظبطناها هوناها بحيث ان الطوب ده ينشف وكده. المهم ظبطنا الدنيا دياتي. فيعني النهاية كلها اتكلفت عليا التكلفة دي. خلصت المواعين زي ما انتوا شايفين كمية طبعا، وادي هنا بوريكم اللي انا عملته تحت الحوض او التقسيمة اللي عملتها. انا عملت ضلفة هنا حوالي عن 55 سنتي، تشيل كتير. الاطباق انا هنا والكوبايات حطاها الحتمة طبعا ايه المطبقية هتيجي. تكفيلة تحت الحوض حوالي عن 100 متر، يعني متر هي. حطيت فيها الفلتر، الخزان اشيل فيها مثلا الزيت بتاعي، اشيل فيها صابون المواعين، الاطباق البلاستيك. وخليت الراجل طبعا انا الارضية ما عملتهاش هي بلاط، الارضية بلاط مش سيراميك، انا عملتهاش سيراميك طبعا عشان الامكانيات اللي هي ربطاني. فخليت تحت الحوض علشان ما يصفرش البلاط وكده، ومش هقدر افرشه لانه هتبقى ضلفة مكفولة وكده. فخليته عملهولي برخام في الارضية زي ما انتوا شايفين، علشان وظبطهولي بحيث ان هو ما يسربش اي مية تحت. ويظبطهولي وعلهولي عن الارض الراجل، يعني بارك الله فيه. وهنا بوريكم يعني بعد ما خلصت الاكل وكده وظبطت المطبخ، اوريكم شكل المطبخ ولون السيراميك، وبقولوا لي رايكم فيه يا بنات. شكله حلو كده. ايه المطبخ اللي متابعني وعارف شكل المطبخ القديم يقول لي المطبخ اختلف قد ايه، وايه وكده احلى، والاضاءة يعني يقولوا لي ارائكم وكده ويعني احب اعرف ارائكم. زي ما انتم شايفين انا وريتكم المطبخ عامة، السيراميك، التكفيلة اللي هي تحت الحوض. ان شاء الله باذن الله كام في اليوم ده الراجل هيجي بتاع الالموتال هيجفل الالموتال تحت ويعمل مطبقية. ويعني زي ما انتوا شايفين انا بالنسبة لي اختلف معايا خالص، بيجي نظافة عن الاول. انا طبعا بنظف المطبخ وايدي فيه على طول ومش بسمح له ان هو يعني يتسخ، بس في حاجات يعني يعني خلاص هي اتهلكت عايزة تتغير. قولوا لي ايه رأيكم. وهنا كنت السمك المكاريلا عملته، طبعا انا عملته معاكم تفصيليا على القناة قبل كده، طريقة غسيله وطريقة تتبيله هسيبها لكم في شاشة النهاية. عملته بطريقة حلوة خالص. وبكده انتهى الفيديو، ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم.